السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه جيده وبطاعه دايما لله. مطبخ التوفير النهارده هنعمل الهريسه خطيره وجميله الدمياطي. مقاديرها سهله وبسيطه وطعمه جدا ومتكرمله زي ما انتم شايفين، وطريقتها اسهل طريقه. وتعالوا نشوف احنا عملنا الهريسه الدمياطي في الفيديو ازاي. السلام عليكم يا حبايبي، النهارده هنعمل الهريسه الدمياطي سهله وبسيطه. الهريسه بتحتاج المقادير اللي قدامنا دي مقادير الشربات، اللي هي كوبايتين سكر، كوبايتين ميه، عصره ليمونه او نص معلقه او قرصه من ملح الليمون وشويه فانيليا. عندنا المقادير بتاعتنا نص كيلو دقيق سميد، وطبعا يفضل الهريسه هيكون الدقيق بتاعها خشن، بس طبعا ما لقيناش موجود الوسط. دقيق البسبوسه بيحتاج وسط، ودقيق الهريسه بيحتاج دقيق خشن. فالموجود بيعدي يعني. عندنا ربع كوبايه جوز الهند، طبعا كامل الدسم، نوع يكون كويس. عندنا معلقه صغيره بيكنج باودر، وما تزوديش عن المعلقه الصغيره يعني مهزوز. وعندنا معلقه صغيره فانيليا، طبعا ذره ملح. عندنا بقى الكراميل. قبل الكراميل نسيت اقول لكم الدقيق معلقتين كبار، يعني برضو ربع كوبايه، يعني ربع كوبايه دقيق، ربع كوبايه جوز الهند، ونص كيلو دقيق السميد، طبعا والبيكنج باودر والفانيليا وذره الملح. ده كله ده هنقلبهم مع بعضهم. بالنسبه بقى للكراميل، عندي بكرمل كوبايه سكر، بحط عليها كوبايه لبن يكون سخنه، فانا حطيته في الكسرولة عشان خاطر اسخنه تاني بعد ما يتكرمل، واحط كوبايه عليه من الكراميل. وبعد كده بعد ما يفك اقوم حاطه كوبايه الا ربع سمنه بلدي او اي نوع عندك. اول حاجه هبتدي هضيف النص كيلو الدقيق السميد، اخلطه مع جوز الهند والدقيق، نص كوبايه الدقيق او معلقتين، ربع قصدي كوبايه الدقيق وربع كوبايه جوز الهند. عندي شويه فانيليا، ذره ملح، وادي المعلقه الصغيره. طبعا هقلب محتوياتي. طبعا انا دلوقتي بيتحط على وشها، ممكن تحطي مكسرات، اي نوع مكسرات متوفر عندك، ممكن فول سوداني، بس هنعمل المفروض ان هي بتبقى عليها لوز او بندق. فانا جبت تمن بندق يعني، وهحمصه وحطيته في صينيه على نار هاديه في الفرن لغايه لما اقشره. زي ما انتم شايفين كده احنا جمعنا كل المكونات عشان نتخلص من كل الكوبايات اللي عندنا، عشان الدنيا تبقى رايقه. زي ما انتم شايفين كده هنركنها على جنب، وابتدي بقى اخد كوبايه السكر وكرملها. ادي ووك بحط عليه كوبايه السكر، طلعتها من الفرن بعد ما رشيت عليها معلقه دقيق كده، وعلى نار هاديه جدا. القشر بتتفك كده في منتهى السهوله، زي ما انتم شايفين كده اهوت. زي ما انتم شايفين كده عادي يتقلب عادي، حتى لو كلكع منك بيفك تاني. زي ما انتم شايفين كده من الجناب عشان ما تتحرقش من حته وحته، لا يعني. كوبايه اللبن بحطها تسخن وتغلي عقبال لما السكر يتكرمل عشان احطه عليه على طول. احنا مش عايزينه يغمق عن كده. زي ما انتم شايفين كده اللون ده، وادي اللبن بيغلي ما انتم شايفين، واحطه سخن. زي ما انتم شايفين كده هبتدي بقى احط اللبن جوه الفرن. زي ما انتم شايفين كده لازم يكون الوك واسع، ان انا مغطيه عليه. زي ما انتم شايفين هحط بقى التلات ارباع كوبايه السمنه، تبقى بالشكل ده. السمنه طبعا بلدي، تبقى بالشكل ده. زي ما انتم شايفين كده بتفوق. طبعا هو مش مكعكع خالص اهو، زي ما انتم شايفين. الثلاث حاجات دول كوبايه بتاعت السكر مكرمله، واللون ده جميل جدا، ده اللي بيسمغ الصينيه الهريسه بتاعتنا.
بعد ما يفكوا خالص زي ما انتم شايفين كده اهو، زي ما انتم شايفين، يبقى في المرحله دي انا اقفلها وانا محضره الطبق اللي فيه المكونات كلها بتاعه الهريسه. زي ما انتم شايفين كده، مش هقول لكم الريحه جميله جدا بتاع الكراميل. هحطها كده اهوت شويه واقلب واقلب كده اهوت، واحط طبعا عشان سخنه ببتدي بقلبها كده اهوت. زي ما انتم شايفين ريحتها جنان يعني بصراحه. زي ما انتم شايفين كده لونها مصفر كده شويه. ادي دهنت صينيه، واحط رشه جوز الهند في الارضيه، احطها في الصينيه. شايفين يعني وهي بتنزل ريحتها تجنن. هي بتتعمل طبعا بكذا طريقه، بس دي اسهل طريقه. طريقه جميله دي. زي ما انتم شايفين كده ابتدي اوزعها، بنسويها كويس جدا زي ما انتم شايفين. طبعا بنقعدها نص ساعه في التلاجة تمسك نفسها. احنا طبعا بنكون ساعتها احنا بنقطع بعد ما عملنا الفستق كده قشرناه بندق زي ما انتم شايفين بقى، عملنا قشرناه كده. والمرحله التانيه بقى اننا بنقسمه نصين بالسكينه، نصين كده، ونخلص الكميه بتاعتنا دي، ونحط الصينيه في التلاجة شويه قبل ما تخش الفرن على نار مسبقه، ودرجه الحراره 180 ل 200، ما تكترش عن كده، يعني درجه حراره وسط في الرف الوسط. لما تقفش من تحت نديها شوايه من فوق عشان البندق ما يتحرقش. في اللحظه دي احنا هنعمل الشربات. الشربات بتاعنا زي شربات البسبوسه بالظبط، وبس زياده عنه. شربات البسبوسه بيكون خفيف، ده بيكون وسط. الشربات بتاعها بيكون وسط، وبيكون اول ما تطلع الصينيه على طول بحط الشربات عليها عشان خاطر زي البسبوسه بالظبط الشربات سخن والصينيه طالعه سخن. زي ما انتم شايفين كده في المرحله دي هحط الشربات على النار عشان يبقوا الاتنين سخنين. عصره نص ليمونه. هتقعد طبعا على النار 7 دقايق، لان البسبوسه بتقعد 5 دقايق، ده اغلص شويه. طبعا نحط اخر حاجه فانيليا ونطفي عليه. خدت 25 دقيقه زي ما انتم شايفين وهي سخنه كده. انزل عليها بالشربات السخن زي ما انتم شايفين كده. مش هنقطعها الا لما تبرد تماما، وممكن بتبقى عامله زي البسبوسه 3 حاجات: البسبوسه والهريسه وكيكه الاسبونج اللي هي بتاعت التورتات. بتتحط ليله في التلاجة، وبعد كده تاني يوم بنستعملوها الكيكه وبرده الهريسه نفس الكلام. احطها بقى في التلاجة تهدى، احطها في التلاجة قبل ما اقطعها. شايفين كده جميل خالص. وبكده عملنا الهريسه في منتهى الجمال زي ما انتم شايفين، ماسكه نفسها وجميله وطعمها خرافه احلى من الجاهز. يا رب تقدروا تطبقوا صينيه الهريسه زي ما انا عاملاها كده. هتديكي طعم حلو وجميله وناجحه من اول مره. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.